سنة 2009 في معسكر في أريزونا 3 أشخاص ماتوا و18 غيرهم دخلوا المستشفى على أثر فشل كلوي حاد وحروق شديدة، والسبب كان لايف كوتش. كل واحد من الناس دي كان دافع مبلغ $9000 عشان يحضر مؤتمر تطوير ذات لراجل اسمه جيمس أرثر راي. جيمس أقنع الناس دي إنهم عشان يقدروا يوصلوا لأقصى طاقة روحية ويهزموا قيودهم النفسية لازم يستحملوا درجة حرارة أكتر من 50 درجة مئوية جوه خيمة لمدة ساعات اسمها خيمة التعرق. ولما الناس بدأ يغمى عليها وتستغيث، جيمس كان واقف بره الخيمة بيمنع أي حد يخرج، وكان بيقول لهم جملة هي دستور الكوتشنج اللي بنسمعه النهارده في كل مكان. جيمس كان بيقول لهم إن ده مجرد حاجز نفسي جوه دماغك، لو خرجت دلوقتي تبقى استسلمت لضعفك، اكسر الحاجز وخليك قوي. جيمس حول تمرين جسدي خطر لتحدي ذهني بكلمات تحفيزية، والنتيجة كانت 3 جثث غير المصابين. وعشان تعرف ان الموضوع ما كانش صدفة، جيمس ده ما كانش شخص مغمور، ده كان واحد من مؤلفين كتاب ذا سيكريت اللي قلب العالم بفكرة قانون الجذب، وكانت دايما بتستضيف اوبرا وينفري في برنامجها كأيقونة للنجاح وتطوير الذات. جهز قهوتك وركز معايا كويس عشان اللي هقوله لك دلوقتي ده هيصدمك لانه حرفيا بره المنهج. وعشان نفهم جيمس راي ده جه منين وجيش الكوتشز اللي موجود على السوشيال ميديا النهارده اصله ايه، لازم نرجع للخطوه الاولى في السبعينات لما ظهر كتاب اسمه ذا انر جيم اوف تنس لمدرب تنس اسمه تيموثي جالواي. الكتاب ده كان ثوره لانه كان بيقول ان الخصم الحقيقي للاعب مش اللاعب اللي قدامه في الملعب، انما الحوار الذهني اللي بيدور جوه مخه، فلو قدرت تهزم شكوكك جسمك هيقدر يعمل المستحيل. وبعدها في الثمانينات يظهر العقل المدبر والاب الروحي للشغلانه توماس ليونارد. توماس لا كان مهتم بالتنس ولا بالرياضة، بس كان فاينانشال بلانر فاهم لغة البيزنس والسوق. لاحظ في نهاية الثمانينات إن الناس بقت أغنى بس بقت أكتر قلق وأكتر ذعر، والطب النفسي في الوقت ده كانوا بيعتبروه وصمة، غير إنه كان محتاج مشاوير وتحاليل وعلاج طويل الأمد. توماس عمل هندسة تسويقية عبقرية، سأل نفسه ليه ما نعملش براند جديد، حاجة شيك وسريعة وما بتقولش للمريض أنت مريض. أخد أسلوب الكوتش بتاع الملاعب وخلطه بشوية فلسفة نيو ايج على شوية تحفيز وطلع بمنتج سماه لايف كوتشنج. توماس ما كانش عايز يكون هو الكوتش الوحيد، هو كان عايز يعمل نظام، فبدأ يدرس المنهج ده لآلاف الناس ويقنعهم إن أي حد عنده خبرة حياتية وصوت عالي وشخصية مؤثرة يقدر يمارس المهنة دي. وفعلا العدوى انتشرت وطلع من تحت ايده تلاميذ بقوا النهارده هم اساتذه المجال، ونقلوا الشغلانه من مجرد استشاره بيزنس لسلطه نفسيه كامله بتتدخل في جوازك وتربيتك وصحتك. وسنه 1995 توماس اسس الاتحاد الدولي للكوتشنج الاي سي اف عشان يدي شرعيه مؤسسيه للعمليه دي كلها، وبدا يعلي بالحماس ويبيعه كبديل للطب النفسي. وعشان الصناعه دي تكتسب شرعيه قدام الشركات العالميه والطبقات الاليت، كان لازم الاي سي اف تحط نظام رتب يوهمك انك قدام مسار اكاديمي صارم. النظام ده متقسم ل3 مستويات: النظام التاسيسي اسوسييت سيرتيفايد كوتش، وبعد كده بروفيشنال سيرتيفايد كوتش، واخر حاجه الماستر سيرتيفايد كوتش. وكل نظام فيهم ليه عدد ساعات دراسه وعدد ساعات تطبيقيه لازم تتحقق. طب بيدرسوا ايه في الساعات دي؟ بيدرسوا حاجه اسمها كور كومبتنسز او الكفاءات الجوهريه الثمانيه. مش بيدرسوا سيكولوجيا الانسان ولا ميكانيكا السلوك، هم بيدرسوا بروتوكولات لغويه، بيعلموه ازاي يبقى اكتف ليسنر مش عشان يفهم المشكله بس عشان يطلع منها كلمات دلاليه يعيد صياغتها تاني ويحولها لاسئله قويه. المنظومه دي ذكيه جدا لانها بتعفي الكوتش من مسؤوليه النتيجه بناء على ميثاقهم اللي بيقول ان الكوتش مش بيشخص ومش بينصح، وبتحط كل العبء عليك تحت مسمى انك انت اللي بتمتلك الحل داخلك، وفي نفس الوقت بتديله هالة من الحكمة الصامتة. هو بيتعلم تكنيك التواجد الكوتش بريسنس وازاي يبان هادي ومستوعب بس من غير ما يكون عنده الخلفية العلمية اللي تخليه يفهم لو انت كلامك ده ناتج عن صدمة نفسية تروما حقيقية او خلل كيميائي محتاج طبيب. الاي سي اف او الاتحاد الدولي للكوتشنج اتأسس سنة 1995، والهدف ما كانش بس تنظيم، ده كان خلق كيان علمي يبين ان اي حد بره الدايرة دي انه شخص غير معتمد او غير دارس. ومن هنا بدأت اللعبة الحقيقية، تحويل نادي خاص لمرجع دولي وهمي. الاي سي اف في الحقيقة هو عبارة عن مكنة فلوس عملاقة، والجامعات العريقة زي جامعة هارفارد وجامعة ستانفورد بتعتبر ان الكوتشنج مجرد أداة مساعدة او مهارة قيادية للمديرين، لكن عمرها ما اعتبرته علم مستقل او تخصص طبي ليه كليات اكاديميه. ليه؟ لاننا هنا بنخبط في اول دراسه من جامعه سيدني اكدت ان صناعه الكوتشنج بتفتقد للمعايير العلميه والمنهجيه البحثيه الموثقه. الشهاده دي بيتم خلقها في دايره مغلقه او لوب مادي بحت.
الأكاديميات الخاصة بتدفع للاي سي اف آلاف الدولارات عشان تاخد اعتماد على مناهجها، والطالب بيدفع للأكاديميات دي آلاف الدولارات عشان ياخد الشهادة، وبعدها الاي سي اف تاخد منه اشتراك سنوي عشان يفضل موجود في قائمة الأشخاص المعتمدين فيها. دي دورة رأس مال كاملة ملهاش أي علاقة بالبحث العلمي أو بالطب النفسي. والخطر الحقيقي كشفته دراسة تانية اتنشرت في International Journal of Evidence Based Coaching. الدراسة دي وضحت إن أغلب الكوتشز المعتمدين دول ما بيعرفوش يفرقوا بين المشكلة الحياتية العادية وبين المرض النفسي الحقيقي. وهنا بنرجع تكرار اللي حصل في خيمة أريزونا لما شخص واهم إنه خبير لمجرد إنه معاه رخصة من نادي خاص، بيحاول يحل مشكلة طبية معقدة بكلمات تشجيع، والنتيجة كانت مش تطوير ذات، النتيجة كانت تدمير حياة. طب ليه الصناعة دي بتزدهر جدا في الوسط الإليت وبين الشباب؟ لأن الكوتشنج في صورته الحالية بيلعب على وتر حساس جدا في النفس البشرية، وهو السيلف انفليشن أو تضخيم الذات. المدرب ما بيبيعلكش خطة عمل واقعية، هو بيبيعلك إحساس بالاستحقاق المطلق. هو بيستغل حالة الاغتراب أو الفراغ الوجودي عند الطبقات الغنية أو انعدام الوجهة عند الشباب عشان يقدم لهم مسكنات نفسية سريعة. وعشان ما تفهمش إنها وجهة نظر شخصية، في دراسة من جامعة تيلبرج بتتكلم على مصطلح جديد مرعب اسمه النرجسية الروحية. الدراسة أثبتت إن التدريبات اللي بتعتمد على تعزيز الذات من غير إنجاز حقيقي بتخلي الشخص يحس بتفوق وهمي على الآخرين، وده بيخلق حالة من الانفصال عن الواقع. وهنا بنبقى قدام ظاهرة اسمها وهم الكفاءة. الكوتش بيحقنك بجرعات ثقة كذابة بتخليك في قمة الهرم وانت لسه حتى ما بدأتش السعي، والنتيجة فجوة كبيرة بين ذاتك المتضخمة وبين واقعك الصفر. والفجوة دي لما بتنفجر بتؤدي لانهيارات نفسية حادة، لأن الشخص بيفقد القدرة على تقييم قدراته الحقيقية. وننقل بقى لأسلوب تاني أخطر بكتير، وهو التوكسيك بوزيتيفيتي أو الإيجابية السامة. الكوتش دايما بيصدر لك فكرة إن مشاعرك السلبية تعتبر خطيئة أو العيب فيك. يعني لو أنت حزين محبط أو حتى واقعي بيعتبر إن ده اهتزاز في طاقتك أو نقص في اليقين. وهنا الصدمة اللي بتكشفها دراسة علمية نشرتها فيسيولوجيكال ساينس. الدراسة أثبتت إن إجبار النفس على ما يسمى بالتوكيدات الإيجابية لأشخاص بيعانوا من تدني تقدير الذات بيخلي حالتهم أسوأ مش أفضل. ليه؟ لأن العقل البشري بيعمل رد فعل دفاعي ورفض للمعلومة اللي بتناقض واقعه المؤلم، فبيزيد الصراع الداخلي والضغط النفسي عند الشخص بدل ما يقل. والأشد من ده إنهم بيستخدموا تكنيك سيكولوجي مشهور اسمه سيلف سيرفنج بايس أو التحيز للمصلحة الذاتية عشان يهربوا من المسؤولية العلمية على نتائجهم. السيستم متصمم كالتالي: لو الجلسات جابت نتيجة ونجحت هيقولك ده بفضل قوة منهج الكوتشنج بتاعي وتوجيهي ليك، لكن لو فشلت وحالتك النفسية ساءت الرد جاهز والملعب اهو، انت ما كنتش مستعد للتغيير او عندك مقاومة داخلية للعملية. وده فخ منطقي محكم بيخلي الكوتش دايما في منطقة الامان والقداسة، والضحية دايما هي اللي غلطانة ومقصرة. والموضوع ده بيتم التمادي فيه لسبب واحد كارثي، وهو ان مفيش اي جهة رقابية مسؤولة عن المهنة دي، ومفيش ميثاق شرف طبي بيحاسبه على التدمير النفسي اللي ممكن يسببه نتيجة تشخيصه العشوائي او ضغطه في الاتجاه الغلط، لانك في الاخر موقع معاه على ورقه تطوير مهارات مش علاج نفسي. ومن هنا بدات الكارثه، لانك ممكن تتوهم انك بتشجع رياضي يكسر ارقام قياسيه بكلمتين حماس، بس الحقيقه ان حتى في الرياضه لو ضغطت على لاعب مصاب او جسمه منهار انت ممكن تموته بسكته قلبيه قبل ما يحقق الرقم القياسي. فما بالك بقى لو حاولت تعالج ازمات وجوديه او نفسيه معقده بنفس اسلوب صياح الملاعب. دي جريمة طبية متغطية بشوية حماس. في قضية شهيرة في بريطانيا لبنت اسمها سيمون ماكفيرسون. البنت دي كانت بتعاني من اكتئاب شديد، وبدل ما تروح لدكتور نفسي قررت تروح للايف كوتش، وفضل يمارس معاها فنون التحفيز ويقول لها انت قوية والاكتئاب ده وهم في دماغك، وفي الاخر كانت النتيجة ان البنت انتحرت. في دراسة تانية مرعبة عملتها الجمعية البريطانية لعلم النفس حذرت من إن 30% من الناس اللي بيروحوا لللايف كوتشز بيبقوا محتاجين تدخل طبي حقيقي. لما واحد ملوش علاقة بكيمياء المخ يمنع مريض عن دواء أو يقنعه إن التفكير الإيجابي هيعالج الاكتئاب، ده مش كوتش، ده قاتل بدم بارد. وهنا نيجي للسؤال الأهم: هل في جهة رقابية بتحاسب الناس دي؟ الحقيقة إن في أغلب دول العالم بما فيهم منطقتنا العربية اللايف كوتشنج بيقع في المنطقة الرمادية قانونيا. المهنة دي غير خاضعة لوزارات الصحة أو النقابات الطبية، وكمان ما بتصنفش كعلاج نفسي. في أمريكا وأوروبا الاي سي اف وغيرها هي جهات تنظيم ذاتي، يعني هم اللي بيحطوا القواعد لنفسهم وبيحاسبوا نفسهم، وده في لغة القانون اسمه غياب الرقابة المستقلة.
لو الكوتش دمر مريض نفسيا او تسبب في كارثه، انت ما بتقدرش ترفع عليه قضيه خطا طبي لانه قانونا موقع ان دي جلسه تطوير مهارات. حتى التراخيص اللي بيطلعوها في بعض الدول بتبقى تراخيص تجاريه، استشارات وتدريب، مش تراخيص مزاوله مهنه طبيه. يعني انت بتتعامل مع تاجر مهارات مش ممارس صحي، والفرق بين الاتنين هو اللي بيحدد مين اللي هيدفع الثمن في الاخر. الخلاصه اننا مش ضد اي حد عايز يطور من ذاته او يحسن مهاراته، احنا ضد استباحه النفس البشريه تحت مسميات تجاريه براقه. العلم الحقيقي مش محتاج اشتراك سنوي في نادي خاص عشان يثبت صحته، والوعي مش حقن الدوبامين بتاخدها في سيشن وتمشي. الوعي الحقيقي هو انك تمتلك الشجاعه انك تسمي الاشياء بمسمياتها. المريض محتاج دكتور، والتوهه محتاجه منهج علمي، والحياه محتاجه سعي حقيقي مش مجرد توكيدات ايجابيه قدام مرايه. وقبل ما تسلم مفتاح عقلك لاي حد، اسال عن تاريخه العلمي مش عدد الفولورز بتوعه، لان في معركه الوعي مفيش اغلى من صحتك النفسيه تخسرها. مستني رايكم في الكومنتات، هل شايفين ان آن الاوان لفرض رقابه قانونيه على المهنه دي، ولا شايفين انها حريه اختيار للمستهلك؟ سلام.